فيديو تقديم أحمد ربيع نجم الزمالك القادم بيفكرني بالأفراح البلدي. كان ناقص له بس شوية نشارة خشب ألوان ونرش عليه شوية ملح وهو واقف، وكانت هتبقى حاجة عناب على الآخر يعني. نجم الموسم وكل موسم. الفيديو نفسه بيرجعنا لزمن التمانينات الجميل وأفلام المقاولات العظيمة. حاجات كتير كنا مفتقدينها في حياتنا. ولا الدخان بتاع فيديو كليبات التسعينات، وداري رموشك عني وداري. الله يرحمه علاء عبد الخالق كان عمينا دخان. ما علينا بقى من الدخان والستارة البافتة البيضة والإضاءة وجو الحرامية اللي كان عاملينه ده. خلونا بقى شوية في كابتن الكباتن أحمد ربيع نجم المستقبل. هو لا مؤاخذة ليه شمحتاجي في نفسه كده؟ وليه مش بيعالجوه من التسلخات قبل ما يطلع يتصور؟ واموت واعرف بينفض في ايه طول الكليب؟ وليه بيشوح لنا براسه زي العيال الشبيحة اللي بنشوفها واقفة بالسنك في الفيديوهات دي؟ الواد عامل زي شهاب بتاع الجمعية بالظبط. لا وكملت بقى بالعبقري اللي عمل الفيديو وصممه وراح ملبس الواد اسود. هو ناقص يا اخويا؟ وقال ايه؟ انا اخترت الملك. قال يعني كان قدامك غيره اصلا؟ قلنا لكم 100 مرة، يا ما وعيتك يا ما نصحتك، معكوش فلوس مش لازم تتنيلوا على عينكم تعملوا فيديوهات. اي حد معاه موبايل نضيف يصور الواد ونزلوا صورته على الصفحة الرسمية مع كلمتين حلوين، حاجة كده من بتاعة اكبر قلعة رياضية في مصر، الملوك والزمالك، السلاطين وبولاق، اي حاجة من الحاجات الحلوة اللي بتقولوها دي طول النهار. انما تروحوا تعملوا فيديو ب 12 جنيه و3 جنيه دخان وبالباقي كبريت. الحاجات دي لا تليق ابدا بجمهور الصفوة. جمهور الصفوة مفهمنا ان النادي ده بتاع كريمة المجتمع، الكريزة اللي في طبق الفاكهة، الحتة الحلوة النظيفة اللي في البلد. ما قالولناش ان في شمحتجية ودخان وملايات وقرف. يعني احنا بقالنا فترة بنحاول ننسى الواد دقدق والهلال والنجمة الذهبية، ولا فيديو الحلاقة وفقرة الساحر بتاعت ناصر ماهر، ولا فريرة والبردعة. كل شوية الزمالك بيغير جلده، الزمالك بيتطور، الزمالك بيتدهور. هو الأخ جون إدوارد فين من المهازل دي؟ فينك يا إكسلانس؟ ده احنا كنا حاطين عليك أمال كبيرة قوي تغير لنا الصورة الذهنية والمناظر العرة اللي بنشوفها دي. كنا عايزينك تورينا نسخة أنضف شوية من المنافس المزعوم. لكن للأسف واضح إن عيشة زي أم الخير بالظبط. ليه مصرين تقتلوا فينا الأمل؟ ليه مصرين تخنقوا الإبداع؟ ارحمونا بقى، ضحكتوا الناس علينا. ناس ما عندهاش دم.